السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التواصل بالمصري. معاكم أحمد فتحي. وحشتوني فيديوهات الريفيوهات اللي بنقعد كده على الترابيزة ونطلع منتجات بقى كده ونحكي براحتنا عنها. النهاردة معانا برودكت من شركة جيمبي زي ما انتم شايفين. النهارده نخش في المنتج ده كده نشوف بيقول ايه، نعمل له انبوكسنج مع بعض ونتكلم عنه شويتين. يلا بينا. طبعا انتوا عارفين ان اول حاجه بتشد انتباهي مع اي منتج بعمل له ريفيو هو التغليف، ومش كسفير للشركه دي فانا بمجد في التغليف وفي المنتجات، لا الباكنج فعلا لو انت ماسك الشنطه دي كخامات وكسيفتي وككل حاجه، لا هي حاجه جامده جدا. يعني نفتح كده الاول، بسم الله بسم الله. دي الشنطة اللي فيها المنتج بتاعنا النهاردة، اللي هطلعه لكم آخر حاجة من الشنطة دي عشان نتكلم عنه براحتنا باستفاضة، بس تعرفوه من أول قطعة. يعني أول حاجة معانا هي الريفليكتور. عرفت المنتج إيه طبعا. أول حاجة معانا هي الريفليكتور، ومعانا الأدابتور أو وصلة التشغيل بتاعته، ومعانا هنا حزام الشنطة عشان لو عايز تطلعها على كتفك، ومعانا هنا برضو ده زي أدابتور بتوصل فيه وصلة التشغيل، وبعد كده بنركبها في الكهرباء وفي الهيد. نطلع بقى المنتج بتاعنا. هنزل الشنطة، وفي هنا كمان ايه سوستتين لو انت عايز تحط حاجة كمان. بص يعني مدلعينك، حاطط لك هنا زي شريطة هنا تربطها هنا لو عايز، عشان الشنطة لما تفتحها ما تفتحش للآخر. بص هنا كمان شغل فاخر من الآخر بصراحة. وهنا كمان حاطين لك كمان برضو ايه، طبعا انت اول ما تشوفها تفتكرها ايه، يد للشنطه، بس هي مش يد، هي عشان لو عايز تحط ترايبود، تحط ستاند، تحط اوكتا، تفتح كده، تفتح هنا كمان، تحط اللي انت عايز تحطه، تقفل عليه، توفر على نفسك شيله. خلينا ننزل الشنطه ونجيب المنتج اللي معانا، نسمي الله ونفتح. المنتج اللي معانا النهارده هيد لايت من اعلى سلسله طبعا في شركه جيمبي، اضاءه مستمره لتصوير فيديوهات وصور فوتوغرافيه، وهي سلسله الجي ال او الجوي لايت. اللي معانا النهارده ده الجوي لايت 300 سي، وفي اكتر من 300 في السلسله دي، فخلينا كده ايه نتكلم باستفاضه عنه. بصراحه اول حاجه هتاخد بالك منها لما تطلع المنتج من الشنطه الوزن بتاعه. دي ملحوظه او مش ملحوظه، يعني حاجه لازم اقولها لك بس عشان تبقى عارفها، ان الهيد ده تقيل شويتين، بس نظرا للخامات اللي متصنع منها. طبعا هو مش ميتال، هو بلاستيك، بس بلاسيك خامه محترمه، وفي جواه مروحه، في جواه حاجات كتير كده. يعني خلينا نتكلم عنه شويه بشويه. بيجي معاه الكفر بتاع الهيد من قدام عشان يحميه، وبيجي معاه من الجنب هنا الهاندل اللي بنلف منه الهيد فوق وتحت كده. وده من سلسله هدات في كل الشركات اسمها اليو شيب، يعني زي ما انت شايف كده ان الحرف زي حرف اليو كده من هنا. فكوزن هو تقيل شويه، كتصميم بقى بصراحه تصميم جامد جدا. بص من فوق عشان التهويه، وبرده من تحت نفس الكلام. في هنا مروحه، الزراير اللي ورا. طبعا الهيد ده يعني متكلف، يعني حاجه مصروف عليها. السلسله دي اعلى سلسله عندهم، يعني هم عندهم كذا حاجه هيدات اضاءه مستمر، انما دي من اخر اصداراتهم هي سلسله الجوي لايت. خلينا نتكلم كده الاول بقى عن مواصفات الهيد ده. اول حاجه الهيد ده لمين، او هيدات الليد لايت او الاضاءه المستمره لمين؟ اساسي تصوير الفيديوهات ومصورين الفيديو والتصوير السينمائي والحاجات اللي عايزه اضاءه مستمره. معنى كده ما ينفعش استعمله في التصوير الفوتوغرافي، لا ينفع، وفي انواع معينه من التصوير الفوتوغرافي خصوصا في المنتجات زي المنتجات الريفلكتيف والحاجات دي العاكسه، بنحتاج فيها اضاءه مستمره عشان تشوف اللي انت متوجه الاضاءه كده بيحصل انعكاس ولا لا، وهكذا. وعلى راي الاجانب لما تصور باضاءه مستمره what you see is what you get، يعني اللي بتشوفه في شاشه الكاميرا بعد كده بتصور هو اللي هتحصل عليه في الصوره النهائيه، مفيش اي اختلاف. الهيد ده بيجي بقوه 300 واط. هل ده اخرهم؟ لا، هم عندهم حاجات لحد 500 واط. فالهيد ده يعتبر الوسط، عندهم مثلا 100 واط 150 واط و200 واط لحد 500 واط. فالهيد ده وغالبا كمان في 60 واط. الهيد ده في الوسط من السلسله دي كلها. طيب في عندهم انواع من الجوي لايت ال 300 واط. في باي كلر. الباي كلر لو انت مش عارف هي ان انت بتتحكم في الكلفن بتاع الاضاءه لغايه ما توصل للاصفر او الازرق. عايز تزرق الاضاءه، تصفر الاضاءه، ده الباي كلر. واللي معايا ده هو اعلى فيرجن فيهم، هو الار جي بي ليد. يعني ايه بقى يا احمد؟ يعني في اضاءه بيضه اللي هي تصوير الفيديوهات العاديه زي ما انا بصور دلوقتي، وفي الباي كلر الاصفر
والازرق والكلفن، وتظبط الكلفن زي ما انت عايز، بل كمان بتظبط التنت يعني الاضاءه مخضره ولا داخله على الماجنتا. الحاجه الثالثه بقى ان في RGB، يعني في كل الالوان اللي انت ممكن تحتاجها في تصويرك. لو عايز باك لايت، عايز ريم لايت، عايز اي لون هتوصل له من هنا، وبتحدد لون الاضاءه اللي انت عايزها، تحدد الساتوريشن بتاع الاضاءه اللي انت عايزها. ده كله في الهيد ده. يعني انت معاك يعتبر 3 انواع اضاءه في هيد واحد. بنقيس الاضاءات بتاعتنا في الاضاءه تصوير الفيديوهات بحاجه اسمها CRI. CRI ده كل ما عالي كل ما كان كواليتي النور اللي خارج من الهيد كواليتي عالي. CRI بتاع الهيد ده فوق ال 96%. 96 دي حاجه برضو عاليه. كل ما انت عليت كل ما كانت الهيد اضاءته نقيه او اضاءه متخصصه اكتر. فوق ال 90% دايما بيكون الهيد الى حد ما كويس. وكل ما عليت يعني 95 96 وانت طالع كده انت بتتكلم في حاجه ممتازه جدا ومتخصصه جدا، وهتديك اضاءه فعلا اضاءه نظيفه، اضاءه صافيه. بس كده لا، في كمان تاثيرات. دي حاجه يعني بقت في معظم الهدات دلوقتي. التاثيرات دي يعني لو انت عايز تصور مشهد فيه تاثير معين بس محتاج تاثير اضاءه معين، زي بصور مشهد فيه شمطره فعايز تاثير البرق اللي هو الاضاءه تفضل تنور وتطفي بطريقه معينه. في هنا عايز تاثير عربيه اسعاف موجود، تاثير عربيه بوليس موجود، لحد تقريبا 20 تاثير جوه الهيد ده مدمجين فيه. وكل حاجه انت عايزها بس بتختار المود اللي انت عايزه. مع البرق مثلا بتختار سرعه الضربات بتاعت الاضاءه اللي انت عايزها عشان ما يكونش الموضوع سريع قوي او بطيء قوي، انت بتحدده زي ما انت عايز. وقيس على كده بقى في كل اي تاثير انت عايز تعمله. طبعا انا لما قلت الهيد تقيل شويه فانا مش قصدي انه تقيل اتقل من كل الهدات، لا هو يعني تقيل نسبيا، بس مقارنه بهدات تانية ممكن يكون اخف. فانا بقول لك كده عشان تبقى عامل حسابك لو نويت تجيب حاجه زي كده تعمل حسابك في ستاند تقيل يستحمل. ما تجيبش اي ستاند اللي هو الخفيف او بتاع الكروما او بتاع الفلاشات وتركب عليه هيد زي ده، مش هيستحمله. بيجي الهيد تصميم مميز جدا وزراير سهله التحكم مش صعبه. بنتكلم في يعتبر بكرتين وبنتكلم في 4 زراير. الموضوع اسهل مما يكون، وانت مش محتاج كتالوج، مش محتاج اي حاجه عشان تشتغل او تظبط الزراير دي. يعني انا استكشفتهم وظبطتهم خلال مثلا 5 دقايق، ما خدتش اي وقت. تختار الوضع بزرار معين وبعد كده بتغير زي ما انت عايز في القوه او في الدرجه بتاعته. وفي 4 اوضاع عندنا بتغير منهم بقى المود، بتغير منهم التاثير، تخش على السيتنج. في حاجات زي كده انت ممكن تظبطها والموضوع اسهل مما يكون. وبرده في سيستم هنا جوه الهيد ان انت سيبك من الباي كلر وسيبك من RGB كلر، لا ده في سيستم كمان انت ممكن تخش تتحكم في الريد والجرين والبلو، يعني الاحمر والاخضر والازرق لوحدهم. يعني ال3 الوان قدامك بتتحكم في كل لون منهم على حده لو عايز تطلع درجه لون معينه في دماغك وعارفها بارقام الريد والجرين والبلو. دي حاجه برضو مش موجوده في كل الهدات. طبعا بيجي بحاجه اسمها البونس ماونت او بيجي بالمكان اللي بيركب فيه كل اكسسوارات الهدات عموما. السوفت بوكس بقى، البارابوليك، الاوكتا، الستريب بوكس، الريفليكتور العادي زي كده. بص يعني يعتبر هتجيب اي حاجه، اي ديفيوزر هيركب عليه عادي، ما فيهوش اي اختلاف، مش هتحتاج ادابتور لان في هدات معينه بتحتاج ادابتور. بيجي معانا كمان بحاجه جامده قوي قوي، وهو ان انت تقدر تتحكم في الهيد كله بالموبايل عن بعد عن طريق البلوتوث. طب ازاي يا احمد؟ بنخش على الاب ستور. انا بالنسبه لك ايفون، يعني دخلت كتبت جيمبي بيجي لك ابلكيشن شركه جيمبي وبتنزله. في هنا في الهيد في السيتنج انك تشغل بلوتوث او تقفله. فبتشغل البلوتوث بيظهر لك في الابلكيشن الهيد، بتعمل كونكت، خلاص كده انت اتصلت بالهيد. كل حاجه بقى يا معلم اللي انت عايزه تتحكم فيه، حتى التاثيرات الرعد والبرق والكلام ده والعربيه اسعاف، كل الحاجات دي انت ممكن تتحكم فيها عن طريق الموبايل عن بعد. ودي حاجه جامده قوي ان انت لو انت قاعد زي ما انا بصور كده مثلا وبتنور نفسك ب 300 وباي هيد من سلسله الجوي لايت، انت مش محتاج تقوم تقعد بقى تغير فيه او تشتري له ريموت مخصوص. لا انت وانت قاعد او بتصور حد حتى مش محتاج تروح لحد الهيد نفسه، انت ممكن تغير كل حاجه من التليفون. يعني من اول القوه لحد اللون لحد درجه الكلفن لحد اللي انت عايزه كله. ده في اوبشن كمان فيه انا مش عارف صراحه ممكن نستعمله في ايه في الابلكيشن، هو ان انت بتفعل المايك في الابلكيشن وبتخلي الهيد بيشغل اضاءه مع الصوت. يعني هتلاقيني حتى انا بتكلم ظاهر لك فيديو بتشغل بس كده المايك، واي صوت بيحصل جنب الموبايل المايك بيلقطه وبيدي اشاره للهيد يفضل ينور انوار كده
حسب المود اللي انت مشغله عليه. بصراحه انا مش عارف ممكن نستعمله في ايه، بس جايز يكون له استعمال في حاجه معينه مش عارف ايه هي، بس اوبشن يعني لذيذ. طبعا كتصميم برضو اليد دي او اليو شيب ده مش بلاستيك. اليو شيب ده يعتبر معدن عشان يستحمل الهيد ويعرف يشيله كويس. هو بتركبه على ستاند، بتغير القلاووز ده تربط الهيد في الستاند. وبيجي معانا كمان هنا برضو في الهيد مكان للشمسيه. طبعا في بعض السيتويشنز او المواقف بنحتاج فيها ان احنا هنستعمل شمسيه، مش بارابوليك بقى ولا اوكتا ولا سوفت بوكس، في مكان للشمسيه. وفي من ورا هنا في هاندل يد تمسك فيها الهيد عشان لو هتحركه من مكان لمكان والموضوع سهل عليك. وزي ما قلنا طريقه تشغيله بسيطه جدا. الادابتور ده بتجيبه بتركب فيه الوصله دي، وصله الباور، بتركب الانبوت ده في الهيد. خلاص كده وصل بالكهرباء بتاعتنا 220 العاديه خالص، مفيش فيها اي مشكله. وفي حاجه كمان برضو انا حابب اتكلم فيها، هي مش حاجه يعني بسيطه قوي، بس بينت لي ازاي هم مهتمين بالتفاصيل. في الستاند ده او في الادابتور ده كده هو تقيل شويه، فانت لما بتركب الهيد على ستاند وعليت شويه فده هيكون يا اما مدلدل يا اما واقع على الارض. فعشان لا يقع على الارض ولا يفضل متعلق كده ومتعلق في السلك اللي راكب في الهيد، عاملين لك هنا تفصيله. بص يعني طلبتهم اكتر بعدها. بص عاملين لك واير متين قوي، واير قوي جدا اهو. بعد ما بتركب الهيد على الستاند وخلاص ظبطت امورك ورفعت المستوى اللي انت عايزه، بتربط دي في الستاند كده اهو عن طريق القلاووز ده كده، بحيث يفضل ده متعلق في الستاند، ما يبقاش واقع في الارض ولا محمل على السلك اللي داخل جوه الهيد. فبصراحه هي تفصيله بسيطه قوي، بس لا انا انبهرت بيها. والحبل ده مش حبل او مش حاجه بلاستيك، ده شبه ميني واير، يعني حاسس ان جوه فيه معدن، خامته قويه يعني تشيل الموضوع مستريح. طبعا زي ما قلنا الهيد ده لمين؟ الهيد ده في المقام الاول لمصور فيديو او مصور سينمائي او مصور او كونتنت كريتور او حاجه زي ما انا بتكلم كده معاك، حاجه تصوير فيديوهات. بس لو انت مصور برضو تصوير فوتوغرافي اندور، خصوصا لو منتجات، برضو الهيد ده هيبقى حلو معاك. والار جي بي هيبقى حلو جدا في الفيديوهات وفي الصور كباك لايت، كاضاءه للخلفيه. وبنتكلم في 300 واط، يعني بنتكلم في يعني انا بصور حاليا فيديوهاتي بهيد 200 واط مش جايب فيه الماكس بتاعه، فما بالك انت بتتكلم في 300 واط. فالموضوع معاك في الباور مفتوح، يعني علي زي ما انت عايز. اتمنى اكون غطيت كل جوانب المنتج الرائع ده من شركه جيمبي، اللي بالمناسبه انا سافرها في مصر. ولو حابب تشتري المنتج ده هسيب لك لينك الشراء في الديسكريبشن تحت الفيديو، وقول لي ايه رايك كده في الكومنتات في المنتج بتاعنا ده. بس كده وسلام.